النهارده عن القطاعات بكل انواعها. القطاعات بكل انواعها، عندنا الازاز وعندنا البلاستيك وعندنا الاكريليك وعندنا الخشب. ايه استخدامات كل واحده فيهم وايه الانجح فيهم؟ عندنا اكتر قطاعه مشهوره واكتر قطاعه كويسه هي القطاعه الخشب، بس تكون بالتخانه ديت وتتاكدوا ان الخشب كله يبقى قطعه واحده. دي اول حاجه. تاني حاجه ان القطاعه الخشب ما ينفعش من وجهه نظري ان هي تقطع بيها لحوم. ليه بقى؟ ان القطاعه الخشب عايزه خضروات بس، خضروات فواكه اللي هي الحاجات دي بس. ليه بقى؟ لان اللحوم مع الوقت بتعمل بكتيريا وبتعمل عفن لما بنسيبها، ده لو ما غسلناهاش كويس، ولازم نغسلها كويس ولازم نطهرها ونعقمها، ففيلم كبير جدا. فاحنا بنختصر والقطاعه الخشب دي بنجيبها لتقطيع الخضار او الفاكهه بس. عندي بقى من وجهه نظر انا ان من انجح القطاعات اللي موجوده هي القطاعه الاكليريك. القطاعه الاكليريك ناجحه جدا، ينفع نقطع عليها كل حاجه، صحيه خالص. بص دي اكليريك مش بلاستيك، او اللي هو بيبقى ايه، بلاستيك مقوى ومعالج وبيبقى صب في نفس الوقت، ان هي مع الوقت ما بتتخربش وما بتتشالش منها حاجات، لا هي بتبقى قطعه بلاستيك واحده. طبعا في منها تخانات متعدده بتبقى غاليه جدا، ده لو تخانتها عاليه. يعني لو احنا جبنا منها تخانه الخشب ديت بتبقى عاليه جدا، ومعظم اللي بيجيبها المطاعم عشان بيبقى شغلهم باستمرار. لكن البيوت انا بنصح بيها بالتخانات العاديه دي، لان مهما كان استخدامك مش هيبقى زي المطعم طبعا. القطاع الاكليريك من انجح الحاجات، ينفع يتقطع عليها خضار وينفع يتقطع عليها لحمه. يعني لو انت عروسه هتجيبي واحده بس هاتي الاكليريك، لو هتجيب اتنين يبقى هاتي واحده خشب وهاتي واحده اكليريك. اما القطاعه البلاستيك دي من وجهه نظري انا مش كويسه ومش مرغوبه ومش حلو. ليه بقى؟ لان اولا الشكل البلاستيك دي او الرسمه البلاستيك دي مع الوقت بتتقطع وبتتشال. ثانيا بقى الفريم اللي عليها من بره ده مع الوقت بيتشيل، اللي هي لو هنقطع لحوم بيشيل بقى دم مطرح اللحمه والحاجات دي والميه، فمع الوقت بتعمل عفونه وكده كده بيطلع. يعني لو فكيتها من الكيس ده ممكن اطلعه بايدي واشيله، فبالتالي مش ملهاش عمر، فهي بتتجاب كده الحاجات اللي هي الفرايحي يعني. اما برضو من الحاجات الكويسه قوي هي القطاعه الازاز. القطاعه الازاز حلوه جدا، صحيه جدا، بس ملهاش عمر. يعني ايه ملهاش عمر؟ يعني هي ممكن تتكسر، رغم ان هي ضد الكسر في حاله ان هي لو وقعت كده، يعني هي كده ما تتكسرش، لكن لو وقعت مننا على حرفها هتتكسر فورا. وده اي ازاز، ودي طبيعه اي ازاز. الازاز لما بيتعمل حاجه اسمها مسكرت، يعني بيخش درجه حراره عاليه ويخش فرن، فبيبقى ضد الكسر. لما بيبقى ضد الكسر ما يتكسرش بس لو اتخبط من النص، لكن الحرف هنا كفيل انه يكسر اي ازاز. فعشان كده عمرها قصير، لكن هي حلوه جدا وصحيه. اللي يقدر يجيبها ويحافظ عليها يجيبها طبعا حلوه. طبعا تقطعوا عليها لحوم بقى، تقطعوا عليها خضار، قطعوا عليها اللي انتوا عايزين، تقطعوا عليها بعض مفيش مشكله، قطعوا عليها اللي انتوا عايزينه وضد الكسر زي ما انتوا شايفين كده وحلوه. دي كل المعلومات عن القطاعات. اتمنى بالمناسبه بقى اقول لكم اسعارهم بيتراوحوا من كام لكام. يعني عندنا الازاز دي بتتراوح اسعارها من 45 ل 65 جنيه على حسب الحجم وعلى حسب النوع. اما البلاستيك دي بتبقى ب 35 جنيه، 25 35 30 في التقريبات دي. عندنا الاكليريك بتبقى من 50 جنيه لحد عندنا 1000 وي على حسب تخانتها، لان هي متعدده جدا عشان ناجحه فبتتباع كتير. اما الخشب دي عندنا اسعارها بتتراوح معانا من 55 لحد 75 جنيه على حسب برضو على حجمها وعلى حسب تخانتها. دي كده كل المعلومات. اتمنى ان انتم تعملوا لايك وتعملوا مشاركه عشان خاطر غيركم يستفاد من الفيديو، وكل عروسه وهي بتشتري تعرف هي بتشتري ايه، وما تروحش تجيب الاربع قطاعات وخلاص. شكرا.